السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ الورد الجوري. النهاردة هعمل معاكم الفول الأخضر أو الفولية، الفول الأخضر بالرز. هيعجبكم قوي وطريقته بسيطة واقتصادي وتغيير في الأكل، وهيعجبكم قوي. ويلا بينا على الطريقة وهنشوف هنعمله ازاي. ادي مقادير الفول. عندي فول اخضر وعندي الرز، وادي الطماطم عصراها وادي البصل مقطعاه، وتوم مفروم، طبعا التوابل فلفل وكمون وملح. وعندي كمان الشبت مهم قوي، بيدي طعم جميل قوي للفول. هنعمل الفول بالرز، او في ناس بيقولوا عليها الفولية. دي أكلة اقتصادية وأكلة من زمان، يعني كانوا بياكلوها وكانت جميلة جدا. هنجربها النهاردة وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي انا حطيت معلقة سمنة، او لو حابة زبدة مش مشكلة. وهحط دلوقتي البصل وهشوح فيه. الفول ده جميل قوي وهيعجبكم. هو الفول الاخضر ما بيقعدش كتير، لازم نستغل الوقت اللي هو بيطلع فيه، وجميل قوي وهو مطبوخ. ادي البصل اصفر معايا. بعد كده هحط الطماطم المعصوره وهحط التوابل والثوم وهسيبها تتسبك. مش هحط الفول دلوقتي غير لما تتسبك. ادي الثوم وادي التوابل وهسيبها تتسبك مع بعض. وبعدين هنحط الفول بعد ما تتسبك معانا. ادي التسبيكه بتاعتي اهي، سبتها لما اتسبكت وزودتها شويه ميه. وهحط دلوقتي الفول. انا الفول ده يدوب على قد طبق، يعني انا عندي يعني عاملاه على قدي انا. زي ما انتوا عارفين كل واحد ليه ذوقه في الاكل، وكالعاده بعمل صنفين، كل واحد بيحب حاجه، فبقى يعني يحب ده وما بيحبش ده، فبضطر اعمل نوعين من الاكل. فانا الفول ده عشان يعني اكله قديمه بقى ما بتعجبش يعني الشباب اللي من دول يعني، بس انا بحب الفول ده وبستغل الموسم بتاعه، لان هو بيظهر يعني قليل، الموسم بتاعه قليل وبيخلص بسرعة. بس هيعجبكم اوي. انا هسيبه يستوي يعني نص سوا، وبعدين احط الرز يستوي معاه. ممكن اعمله زي مثلا الطبيخ بتاعنا اللي هو البسله والفاصوليا والحاجات دي، اعمل الرز لوحده والفول لوحده، وهيبقى برضو جميل قوي. انا كمان مش هنسى الشبت ده بيديه طعم جميل وريحه خطيره قوي. انا هسيبه بقى يستوي، وهو بيستوي كده انا هحط الشبت واقلبه كده واسيبه يستوي براحته، وهنرجع مع بعض وهحط الرز معاه. ادي الفول استوى معايا نص سوا، هحط عليه الرز وهزود ميه واسيبه يستوي براحته اهو. اقلب كده، وادي الميه واقلبه واسيبه يستوي براحته
لان انا مسويه نص سوا الفول وهيستووا مع بعض. ادي الفول بعد ما استوى، الفول الاخضر الرز او ناس بيقولوا عليه الفولية، طعمه جميل قوي واقتصادي وهيعجبكم قوي. ولو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة.